هذا شنو هذا؟ أنا طالب عصير برتقال. متأسف جدا لأنه عصير البرتقال تم، وآخر طاسة برتقال كانت من نصيب الآنسة، فقلت نجيب لك بدل كوكا كولا. يا سلام، من عصير برتقال لكوكا كولا، شنو هالنقلة التاريخية هذه؟ تقول ناقصني ثمن أنا معه. متأسف جدا لأنه جميع المشروبات تمت وما فيش كان الكوكا كولا. في الخدمة دائما. يا ريتها حتى دايت. تقول سامعين بيا مداير ريجيم بيخربوه. رجيم؟ انت غير المن بتروجم، بس اللي يسمعك يقول بكره العرس. ايه زيدي لقحي، ناقصني ما هو انا. اسمع يا عياد، دير حل لروحك. ايوه مش معقوله 9 سنين خطوبه. هي قريب نخش كتاب جينيس للارقام القياسيه. لا ما تخافيش، في واحد صومالي جابوه في قناه البي بي سي يومها، خاطب ليه 11 سنه وما تزوجش. لا طمن، مازال سنتين بس ولحقوا عليهم. ريح اعصابك باهي. تغيرش تبيني ندير يا سالمه؟ انت ما الحال وتشبحي فيه، نمشي نخنب انا. اللي يسمعك يقول الحوش فيه 20 نفر، هو انت وامك بس. انت امي ما تعرفيهاش، تاكل في ماكله تخوف. يا عياد اسمعني، دور خدمه تانية وسيب هالافك والقرباجه متاعك يا قهايري. غير الفلوس اللي صارفهن عليها يجبل لك بأم. باش تبيني نخدم يعني؟ اها سالتني شنو بيك تخدم. الموضه توا في البلاد الانتخابات، تلم لك 100 نفر يصوتوا لك وتمسك منصب. شوف ربيس كيلاتشي ولا جيراننا كان داير عقاب طاوله في الرشيد يبيع فيها في صبابيط الصبا، واهو توا مسك عميد بلديه شارع السليطه مره واحده. ربيس كيلاتشي اللي كان يخدم عندي بوليتاي. هذا يا باتي عهدك عهد، زمانك زمان. توا يضرب في 6000 جنيه في الشهر باهي، وداير استراحه في عين زاره. واتجوز. ترى قلنا اتجوز. من؟ نوال كدمن اللي تسكن في راس الشارع. نوال كدمن اللي تدير في الزبادي في شعرها. هي هادي بالضبط. فسفوري، نص ساعة ونكون عندك. هيا بق شكارة شن فيه؟ بسرعة نبقى على النار. أنا قررت أني نرشح روحي للانتخابات البلدية. وين ماشيين وين؟ مش فاضية الكلام الفارغ هذا، أنا وراي غدي على النار. تسمع يا صاحبي، تعرف انك ترشح روحك في منصب حتخسر. وين الثقة في صاحبك يا فسفوري؟ وين الصديق وقت الضيق؟ وين الأخوة والعيش والملح؟ ورص امي، ورص امي اللي خاسر. لكن ما تخافش، كون متهني يا صاحبي، وراك تريس حيكون دعم اللوفاستي كلها مني. لوفاستي شني؟ لوفاستي مصطلحات سياسيه كبيره عليك. ما تدورش يا صاحبي. تعرف انت كيف تتفرج على انترناشونال كرافس، راك ظابطها. انترناشونال شني؟ كرافس. المهم انا حنكون من اليوم المستشار القانوني بتاعك. تمام يا مستشاري. امال خلي نمشوا نشوفوا ولد ولد عمي، بالك نحصلوا منه دعم. تفضل يا عرق، تفضل. زوز مجهولين قاعدين يتقدموا، خليك معي. تفضل انت اياه. وين ار يو ماشيين؟ جايين بنشوفوا وليد ولد عمي. عندك موعد مسبق؟ بدينا محتاجين مواعيد ولا شني؟ وبعدين من وانت باش تمنعني؟ أنا المستشار السياسي للمرشح أستاذ وليد وقائد حملته الانتخابية. قول للسادة متاعك نتلاقوا يوم الانتخابات وتوا نشوفوا من اللي يربح. أوكي. مخلوق فضائي عجيب.
أيها السادة، أعدكم بعد فوزي في الانتخابات إن شاء الله بأنه لن يكون هناك مكان للمخدرات في حي المساطيل والمدمنين، وسوف نحارب هذه الآفة بكل ما أوتينا من قوة، وسنخصص ميزانية لتشديد الرقابة على الحي لمنع السرقات والجريمة، وسندخل قوانين قوية ومشددة لمنع التدخين في الأماكن العامة. أما بالنسبة للإفيكوات فسنخصص ميزانية لصيانتها، ولن نقوم بإلغائها أبداً أبداً. كل شيء تمام. اوكي، استنى. ممكن تبدأ تفضل. يا أيها السادة، أعدكم وفور انتخابي بتعديل كافة القوانين القديمة وتخصيص قوانين جديدة هدفها الرفع من معاناتكم ودعم مواهبكم وهواياتكم. من اليوم الحشيش مسموح به وبعد الساعة 10 ليلاً. التسطريب سيكون مسموح به وقانوني في قرية المساطيل، ومن يموت أثناء التسطريب سيتم اعتباره من الشهداء، وسيتم صرف راتب شهري له ولعائلته وتعليق صورته في الطريق، وسيكتب عليها وصية شهيد. أما الألعاب النارية فسيتم دعمها من الميزانية العامة، وسيتم مخالفة أي بيت لا يقوم بتفجير الألعاب النارية لمدة 2 يومين متتاليين. وسننادي وبعد فترة سننادي بانفصال قرية المساطيل لتكون دولة حرة مستقلة. اللي بيتفرج على ريال مدريد وبرشلونة يتفضل في الدار الثانية. تفضل. ميسي كريستيانو ميسي. تفضلوا تفضلوا. ما هي خطتكم الانتخابية أستاذ عماد؟ عياد آسف أستاذ عياد. والله في الحقيقة أنا لدي خطة نأسف لانقطاع البث نظرا لهجوم إحدى الميليشيات المسلحة على الأستوديو. والآن ننتقل لمشاهدة حفل تخريج إحدى الدفعات الجديدة من الجيش الوطني. أستاذ وليد، حدثنا أكثر عن مشروعك الانتخابي. والله مشروعي الانتخابي قائم على استحداث وظائف جديدة للشباب وإدماج المسلحين في المؤسسات الأمنية، وأيضاً العمل على رصف الطرق أوكي حاضر. أوكي أستاذ وليد، نحب نبشرك ونقول لك اللي السيد المخرج زاد لنا ساعة كاملة من وقت البرنامج، فتقدر تتحدث على راحتك اليوم. عليك حد يا ويلي. كيف الرأي يا فسفوري؟
الانتخابات سالطة علينا. الاستطلاعات الأخيرة تقول يا عرفي إن وليد سابقك ب 99.9%، يعني مش بعيد هلبة. احنا لازم نديروا لقطة باش نجذبوا بها الناخبين. وليدك ليه سوقك كله؟ أنا عندي فكرة. شنو هي؟ نديروا غداء. قاعد. هو أنا عندي فلوس باش ندير قعد كسكسي يا فسفوري. يا عارفي مش ضروري كسكسي، نديروا لهم حتى مبكبكة. وبالتالي خالتي عيادة شنو قاعدة تدير؟ شنو قاعدة تدير؟ يا أهلا وسهلا. تفضلوا. صحتين. نفرين بس يا فسفوري، ايش بيزيدوا ولا ينقصوا؟ كول يا عرفي، تو تزحم بإذن الله. يا أهلا وسهلا نورتونا. تسلم يا باشا، ده كله من ذوقك. مصريين فوقهم. ها شو تبوا انتم؟ عندنا وجبات KFC، سكالوب، كالامار محشي، عند اللازانيا. زوز وجبات KFC هنا بالله عليك. هذا هابي ميل. ها فاشل. طول عمري بنقعد فاشل. عيال لا ما تقتلش روحك. يا دراع انت خيرك يا ابوي، وسدس ميه. اسمعني كويس يا ولدي، أنا عارف إن حظك ديما واقف ضدك، وإن وليد ديما قهرك بنجاحه، لكن نبي نقول لك إن الشيء هذا مش حيستمر أبداً. أنا نعرف كويس إنك حتكسر حظك الأسود هذا. مرات اليوم يكون يومك يا ولدي، اليوم اللي حتقضي فيه على أياماتك السود وترجع مجد بوك اللي ضيعته بنحسك الأسود. نوض يا عياد يا ولدي وما تيأسش. نوض وريهم من هو عياد ولد المرحوم بعجالة. نوض. وأعدكم أيضاً بتوفير كل الاحتياجات التي يحتاجها أي مواطن يريد العيش بأمان في وطنه. يا ابناء شارع الحبيب، أنا ولدكم عياد. عياد اللي في نظر كل واحد فيكم عبارة عن منحوس وما فيش أمل منه. أنا عارف سبب عزوفكم عن دعمي وسبب وقوفكم مع وليد، وهذا من حقكم. أنتوا تشبحوا في وليد الأمل والمستقبل، بينما تشبحوا في عياد النحس والظلام. لكن نحب نذكركم بحاجة، أن المستقبل ما ينبناش فقط بالوعود والكلام المعسول. ياما سياسيين ضحكوا عليكم باسم الوعود، ياما مليارات تم نسفها من ميزانية الدولة، ولكلي الأموال هذه يا موعدكم بالجنة وانتوا كنتوا تصفقوا له بالضبط زي ما تصفقوا لوليد تو. لكن للأسف احنا ما نتعلموش من الدرس، وما زلنا لا تو
نختاروا في اللي يعرف يكذب علينا، ونتجاهلوا اللي يقول الحق وحاسس بينا. هذه الكلمة اللي حبيت نقولها لكم، وبارك الله فيكم. جميع الاستطلاعات تقول بأنك بتقدم على وليد بنسبة 100%، وخاصة عاد يعرفي بعد الخطاب القوي اللي درته في حوش من يومها. وزيد عليها راهو أنا اللي جبت لك راهو 10 بيات جوات تفيكو في مكان الانتخابات. أعزائي المشاهدين، جاءنا ما يلي. نظرا لسقوط الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية وغرق صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية، هذا وقد قررت وزارة الحكم المحلي إلغاء كافة الانتخابات لعدم وجود نتائج مثبتة، والإبقاء على عمداء البلديات السابقين لدورة انتخابية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن صوتت في الانتخابات؟ عياد. عياد، حسابك ربع جنيه يا ماما. نورة صحتي، ربي يحفظك ان شاء الله. وانت لمن صوتت في الانتخابات؟ عياد. عياد، حسابك ربع جنيه يبلع. هاي تفضلي ماما، تفضلي صحتي، بارك الله فيك. وانت لمن صوتت في الانتخابات؟ وليد. وليد، حسابك 10 جنيه. ال10 جنيه طلعها، طلع ال10، طلع يا بابا، طلع، روح امشي، روح.